السلام عليكم، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى الاكله بتاعتنا كده من ايام زمان. هفكركم بايام امهاتنا وحمواتنا كانوا بيعملوها زمان جدا، وهي المصبوبه. اللي ما يعرفش بقى المصبوبه هقولك عليها النهارده في الفيديو بتاعنا. بس هي اكله جميله جدا، ولما تعمليها وتدوقيها بجد هتعمليها على طول. وان شاء الله بصي كده انتي اقتصاديه خالص، هتعمليها بس بميه ودقيق. هتعملي معاكي بقى غدا فطار، هتحطيها عندك في الفريزر، بجد اكله تحفه. واحلى حاجه فيها ان هي سهله، وان شاء الله النهارده هعملها لكم على البوتاجاز، يعني من غير فرن ولا حاجه. في ثواني هتكوني عاملاها. بس الاول كده، لو لسه مشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي، ويا ريت تفرحوني بلايك وشير مع اصحابكم. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل وصفه توصل لكم اشعار بيها. اول حاجه هنسمي بالله. اول حاجه انا حطيتها كده كوبايتين من الميه الدافيه، نزلت عليهم بكيس من الخميرة الفورية. ونزلت عليهم كمان برش، يعني بنص معلقة صغيرة من الملح. وهنقلب كويس الكلام ده كله. ولو مش واثقة في الخميرة بتاعتك تقدري ان انتي تسيبيها شوية تشوف الخميرة بتاعتك لما تطلع فقاقيع كده، تبقى هي كده شغالة. لو ما طلعتش يبقى هي كده مش كويسة، وما تشتغليش بيها عشان ما تبوظلكيش بقية العجين بتاعك. هحط اول كوباية كده من الدقيق، وهفضل اقلب كده بالمضرب اليدوي بتاعي. هنقلب كده لغايه اما نشوف بقى القوام المظبوط اللي احنا عايزينه بتاع المصبوبه الصح يعني. اهو حطيت كمان كوبايه، وهقلب برضو. لو احتاجت معايا هحط كمان كوبايه. هي بتبقى العجينه بتاعتها سايله كده، مش عجينه بقى تعجنيها وتقعدي تلتي فيها، لا. بصي في ثواني هتعمليها كده بتبقى عجينة سايلة اهو. هتقلبي كده. لو لقيتيها لسه خفيفة هتحطي كمان شوية دقيق، هتزودي كمان نص كوباية او ربع كوباية على حسب العجينة في ايدك عاملة ازاي. بس هنا انا استخدمت كوبايتين من المية، عليهم كوبايتين ونص من الدقيق. اهو دي كمان نص كوباية من الدقيق كده. بس كده دولت اللي انا استعملتهم النهارده. يبقى المقادير بتاعتنا هي كوبايتين من المية الدافية، وكيس من الخميرة، ونص معلقة من الملح، وكمان كوبايتين ونص من الدقيق. هسيب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف اللي حابب يشوف. بس وهتفضلي تقلبي كده لغاية القوام ما ينعم معاكي خالص. شايفين سهلة ازاي؟ بصي لو انت عايزة تفطري الصبح هتقومي كده تعمليها في ثواني. بس خلاص خلصت معانا الوصفة. شايفين سهلة ازاي؟ مجرد ما انتي قلبتيها ونعمت معاكي بالشكل ده، وبيبقى القوام بتاعها وريهولكم اهوت. خلاص كده هي خلاص خلصت معاكي. بس بنسيبها تخمر، وبعد كده بقى هنشوف هنعمل فيها ايه. هوريك القوام بتاعها اهو. بيكون القوام كده اللي هو سايل قوي، ولا هو ايه؟ متماسك يعني. بيكون القوام بتاعك كده مظبوط. هتسيبيها بقى تخمر، وانتوا عارفين الجو حر اصلا، فهي مش هتغيب معاكي وهتخمر على طول. هتغطيها كده بفوطة، وهنسيبها بقى تخمر براحتها. اهو خلاص كده هي خمرت اهي تمام كده. يعني زمان كانوا بيعملوها في الفرن، في الفرن الطين بقى، في الفرن الغاز كانوا بيبقى في اداة كده بيعملوا بيها، اللي هي ليها عصاية كده بيصبوا بيها على طول على الصاجة بتاعة الفرن. بس بما ان احنا ما عندناش ومش متوفر عندنا الحاجات دي دلوقتي، فانا ايه قلت هعملها لكم على البوتاجاز كده سهلة بسرعة اهو. ومش هتاخد معاكي وقت خالص. هتشغلي الطاسة بتاعتك كده على النار وتسيبها تسخن خالص، وبعد كده هتصبي ايه المصبوبة بتاعتك، عشان كده هم سموها مصبوبة يعني. فانتي هتصبي كده وحدات صغننة كده. لما تحسي كده ان هي اتشمعت معاكي، هتيجي قلبها على الناحية التانية بالشكل ده. شايفين قد ايه سهلة اهو. هتحطي بقى فوطة كده على الرخامة وهتطلعي عليها. آه عشان ما تعرقش برضو على بعضها. بس انا ايه كنت بطلع يعني على الصينية وارجع احط تاني على الفوطة عشان تفضل طرية برضو ما تعرقش على بعضها. ماشي. هتفضلي بقى تخلصي الكمية بتاعتك كلها بالشكل ده. اهم حاجه بس ان انتي تستعملي في حاجه ما تكونش بتلزق معاكي، عشان ايه؟ ما تحيركيش يعني وتلزق فيها. بس كده. شايفين قد ايه سهله؟ بجد الاكله دي انا كنت باكلها زمان، وكانت حماتي وامي بتعملها لنا يعني. فمن زمان انا ما اكلتهاش، بقالي سنين يعني ما اكلتهاش، فمش عارفه بقالي كام يوم كده نفسي ان انا اعملها واكلها. فقمت وعملتها معاكم اهو، برضو اللي ما يعرفهاش عشان يعرفها معانا النهارده. اهو ده بيبقى شكلها. ده بيبقى شكلها كده. شايفين قد ايه حلوة؟ تحفة. اهي.
تبقى طريه كده وبتبقى صغنونه كده. ممكن بقى تفرزيها على كده. وهي كمان بتبقى عامله عارفين القطايف بتاعت رمضان، هي بتبقى نفس العجينه، بس هي المصبوبه بتختلف شويه عن عن القطايف طريقه العمل بتاعتها. بس كده هي خلاص كده خلصناها. لا طبعا احنا هنشوف بقى هي بتتاكل ازاي. انا جبت طاسه وحطيت فيها معلقه من الزبده او معلقه من السمنه الفلاحي. بتكون حلوه قوي، بتدي طعم حلو قوي للمصبوبه بتاعتك وانت بتاكليها. خلاص بقى حطيت الطاسه على النار وسبت بقى هنا الزبده بتاعتي تسيح او السمنه اللي انت متوفر عندك حطيه. وبعد كده جبت عسل الاسمر. حطيته اهوت، حطيت هنا نص كوبايه منه او حسب عدد اسرتك يعني، اللي انتوا بتاكلوها تبقوا كام فرد يعني وكده. فانا حطيت هنا نص كوبايه. وهتسيبي بقى العسل ده لما تحسي كده ان هو غلى معاكي، ادى غلوه بسيطه كده عشان برضو ما يتحرقش معاكي. وبعدين هتنزلي بنص كوبايه من الميه زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبعد كده برضو هتسيبيه يغلي تاني مرحله برضو. وبعد كده هتنزلي بقى بالمصبوبه بتاعتك بقى. بصوا احلى طبق ممكن تاكليه. شوفي في كميه الغذاء اللي فيه للاولاد اللي هتديها لهم. يعني وجبه كده. بصي تحسي ان انت هتاكلي الوجبه بتاعتك وتحسي برضو ان انت بتحلي في نفس الوقت. يعني هو اتنين في واحد. ما شاء الله طعمها فظيع. هتحطي بقى المصبوبه بتاعتك وتسيبيها لما تشرب العسل ده كله. يعني يبقى فيها حاجه بسيطه بس تديها غلوه بس على النار. اهي بتبقى بالشكل ده. عايزه اقولك ان احنا كنا بناكلها زمان بالشكل ده، وكانت امهاتنا بتعملها لنا كده. مش عارفه بقى انتوا كنتوا بتاكلوها كده ولا لا. اللي كلها قبل كده وقول لي في الكومنتات كنتوا بتاكلوها كده بالطريقه دي ولا لا، وعارفين اصلا المظبوبه ولا لا. فانتوا اكتبوا لي كده في الكومنتات يعني عارفينها ولا لا. اهي بتبقى بالشكل ده. هتحسي كده ان هي بتشرب شويه بشويه كده من العسل بتاعك. بصي بتبقى تحفه والله العظيم. عارفين احنا كنا الطبق ده وقمت عملت غيره. يعني انا قمت عملت كمان من المصبوبة دي تاني بجد والله العظيم. قمت عملت منها وحطيتها في الفريزر عندي. يعني ينفع بقى الصبح كده مش لاقي حاجة تعمليها تقومي تعمليها على الفطار، تقومي تعمليها في العشاء. بجد ينفع في كل الوجبات. فيها فايدة. يعني انتوا عارفين العسل الاسمر بيبقى فيه فايدة حلوة قوي للاولاد كمان. كله بيبقى حديد كده وبجد ان هو يعني بيبقى مفيد للاولاد كمان. شايفين قد ايه حلوة. تاكلي منها لوحدها كده متشبعيش بجد. يعني زي ما بقول لكم كده تحسي ان انت كلتي وحليتي في نفس الوقت اهو. شايفين شكلها عامل ازاي. وكمان احلى حاجه فيها كمان ان هي اقتصاديه وفي نفس الوقت طعمها حلو. وينفع كمان ان انت تحطي منها في الفريزر زي ما قلت لك كده. بجد هتبقى حلوه قوي كمان في الشتاء حلوه قوي. وعايزه اقول لك كمان ان هي هتعجب اولادك. يعني بجد هتعجبهم يعني ان شاء الله هتعجبهم. اعمليها ان شاء الله وقولوا لي بقى في الكومنتات كده. متنسوش تقولوا لي انتوا عارفين المظبوبه ولا لا وكلتوها ولا لا. فان شاء الله لو ما كنتوش كلتوها جربوها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا. وبجد هتكون فايده قوي للاولاد والله. يعني هي بجد حلوه. عايزه اقول لكم ان انا خلصتها وقمت عملت غيرها بجد. يا رب كده يكون عجبكم الفيديو بتاعي. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. ويا ريت تحطوا لي وتفرحوني بلايك حلو كتير على الفيديو بتاعنا عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. واشوفكم تاني على خير في فيديو تاني جديد. والسلام عليكم.